السلام عليكم. في الفيديو ده يا جماعه انا عايز اجاوب على مشكله بتواجه كتير من الناس اللي بتعمل فيجوال، وهي انهم في بعض الاماكن لما بيخشوا مكان بيعملوا سكاشن مثلا اول بلاك او ديفايدد جراي او وات ايفر السكشن بيعملوه زي ما هم عايزين عادي مش مشكله، ولكن السكشن بيكون بيزد اون سكاشن في براندات ثانيه فيها كوليكشن ثاني. هنا في مشكله بتواجه الناس اللي هم اللوكال براندز او السمول بزنس، ان طبيعه الكوليكشن في البراند الاساسي اللي هم واخدين منه السكشن مش لازم تكون نفس طبيعه الكوليكشن اللي موجود في اللوكال براند او في المحل العادي. فالناس لما بتعمل نكست سكشن مثلا اول بلاك او سكشن كله اسود او ديفايدد جراي، هو بيخدم الكوليكشن بتاعهم وبيخدم عمليات البيع بتاعتهم. لكن في اماكن ثانيه ممكن عشان تعمل انت سكشن ده تخسر بضاعه كتير جدا انت ما عرضتهاش بشكل كويس، وبالتالي الزبون ما بيلمسهاش، وبالتالي البضاعه ممكن تكون الكوست بتاعتها عاليه فالبراند يخسر فيها. فاحنا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الدروبز بتاعتنا نوعيتها ايه، وبناء عليه نبتدي احنا نعمل كونفيجريشنز وسكاشن مبنيه على الكوليكشن اللي عندنا.